الجزائر ستحصل الجزائر من بعض الدول الأوروبية على مساعدات عسكرية فاعلة للجيش الجزائري مع برامج تدريبات عالية متطورة، وذلك من أجل الدفاع عن الأراضي العربية ولمساندة بعض الدول العربية من خلال القوة العسكرية الجزائرية المتجددة. ستشهد الجزائر شوية فوضى عارمة بالبرلمان الجزائري، كما سنرى شخصية سياسية جزائرية بارزة وراء القضبان وفي السجن من وراء عملية فساد. مصر تحت إشراف ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أول شيء بدنا نعزي الضابط والعسكريين يلي استشهدوا في سيناء، بنقول الله يرحمهم ويكون مصيرهم الجنة يا رب، جنات رب العالمين، روحهم بالسماء، وتكون نهاية الأحزان بسيناء وبمصر يا رب. تحت إشراف ورعاية الرئيس المصري رجاء عبد الفتاح السيسي سنرى دعما غير مسبوق للقوى العسكرية المصرية والقوى الاقتصادية الشاملة، والجيوش المصرية أراها تتأهب للدفاع عن بعض الدول العربية وعن مصر خلال السنوات القادمة. ومن هنا سنرى مصر تضاعف قوتها العسكرية استعدادا للمرحلة القادمة. كما أرى الرئيس السيسي يقوم بحملة واسعة وواعية لمحاربة البطالة والفقر، ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي واستغلال الثروات المصرية الكبيرة ستشهد مصر تراجعا كبيرا في مشكلة البطالة، كما ستشهد تراجع نسبة الفقر في مصر لدرجة غير مسبوقة. هي سبق ليلى، واليوم إذا عم نشوف كل التحسنات اللي قام فيها الرئيس السيسي تخطى تقريبا 30% و40% من البطالة الموجودة كانت بمصر، وهلا اللي عم تقوليه في ثروات كبيرة رح تطلع بمصر، والرئيس السيسي رح ما بفتكر انه حتكون منطقة فقيرة او ما بيكون حدا فقير بمصر. ستتحول الأنظار ليبيا، ستتحول الأنظار والإعلام إلى مطار ليبيا الدولي، وذلك بسبب حدث مهم وكبير. ليبيا بتشهد عملية خطف شخصية سياسية، ومصير هذه الشخصية حيكون مجهول. ستكون حظوظ، لأنه دايما بليبيا دايما السؤال عن سيف الإسلام القذافي. برجع بقلكم ستكون حظوظ سيف الإسلام القذافي في قيادة ليبيا مرتفعة جدا، والانتخابات الرئيسية في ليبيا عند حصولها سوف تكون نتائجها صادمة، لأن سيف الإسلام القذافي هو من سيقود ليبيا إلى بر الأمان. هلأ ولا بعدين؟ هلأ ولا بعدين؟ هي عندك إصرار عليها ليلى من زمان لهلأ. طبعا أنا دايما بقول الأعمار بإيد الله. لما يكون امتى بيوقع التوقع؟ لما الشخص لما الموت هو اللي بياخد الروح، لما الموت تطلع لعند رب العالمين. صحيح، ساعتها هون التوقع بيروح. مزبوط. بس كل ما الانسان عايش، يعني زي ما قلت من زمان، الله وقتها قلت انه الرئيس ميشيل عون انه يوما ما بيرجع على لبنان وبيرجع للزعامه وبيرجع كان بعده. لا انا بحب اذكر بشغله لما قلت عن القوات، لما قلت عن الدكتور سمير جعجع ايام ما كان بالسجن، انا ذكرت انه لو بعد سنين بيطلع زعيم وبيترشح وبكذا. ستكون حظوظ سيف الاسلام القذافي في قياده ليبيا مرتفعه جدا. قلت لك زي ما بقول لك رجا، لانه سيف الاسلام القذافي هو من سيقود ليبيا صدقني الى بر الامان. يعني السياحه، الاقتصاد، الامن والامان، كله راح يكون بوجود شخصيه سيف الاسلام، لانه انا بالهامي انا بعرف انه هو شو ممكن يعمل لليبيا، او شو حيعمل او شو حيقدم لليبيا. مين ما اجى ومين ما راح، هالشخصية اللي هي مثل سيف الإسلام القذافي رح يكون المنقذ، رح يكون المنقذ لليبيا. صحيح. بعد مرحلة السلام والاستقرار الأمني في ليبيا سنشهد افتتاح أو إنشاء منتجعات سياحية كبيرة على سواحل البحر الليبي، وستكون مشاريع ضخمة سياحية بتلفت أنظار العالم وبتجلب السياحة بشكل لافت
وكبير. طبعا من بعد ما تخلص أزمة ليبيا، لأنه حيقولوا نحن عم نحكي عن السياحة، وبعد نحن عم نحكي كمان للسنوات المقبلة شو رح يصير، للأشهر القادمة، نعم. للسنوات المقبلة. نحن نتأمل اليوم قبل بكرة يعم الأمن والاستقرار والاقتصاد بليبيا والسلم الأهلي أكيد. والسلم الأهلي، لأنه الشعب الليبي الكريم بيستاهل أنه يعيش بأمن واستقرار وسلام. نعم. ومن أقرب وفعلا شعب كتير كريم وكتير محب وكتير خدوم. مزبوط. تونس، الثورة الحقيقية في تونس قادمة من جديد، والمظاهرات تتجدد في الشارع التونسي، وبتتجدد مع رياح التغيير الكبير. الأنظار والإعلام على الغنوشي ولحدث مؤسف. أتمنى على الرئيس التونسي أن ينتبه على صحته وأمنه، وخصوصا خلال المرحلة القادمة. أرى أن تونس لن تبقى غارقة في ظلام الفوضى القائمة اليوم، والأمن التونسي سيضرب بيد من حديد وبقوة كل من يحاول زعزعة الأمن التونسي خلال المرحلة القادمة، خصوصا الرئيس. ورح أقول لك شغلة، سبب كان صار شيء ورجع صار في تصدي لهذا الموضوع بتونس. برجع بقولها للمرة الثانية وللثالثة وللرابعة وللمليون. أنا يا جماعة صحيح حكيت عن تونس بحلقة الشهري عبر قناة تونس لما كنتم مستضيفيني بتونس، وقلت أنه تونس يوما ما ستصبح مثل دبي واستثمارات وعقارات واقتصاد وبدل بلد سياحي. وين المشكلة أني أنا قلت بهالتوقع الحلو لدولة تونس، وفي كتير ناس عم تتمسخر لما يعم السلام على تونس وتصير تونس بدون يعني تخلص المظاهرات وهالفوضى اللي عم بتصير رجا بتونس. أنا بشوف تونس نعم حتصير هيك، لكن مش بيوم وليلة ومش بشهر وشهرين ولا بسنة وسنتين، لكن هالصورة أنا شايفتها لتونس. هون بدي أذكر بشغلة ليلى عبد اللطيف بعفويتها وقت بتقول كلمات. طبعا كلمة مسخرة مش موجودة لا بقاموسي ولا بقاموس ليلى عبد اللطيف. هو بصير في نقد منكم ونحن بنتقبله أو بنتقبله ومنوضحه من خلال يعني الحلقات. يعني هن بدهم انه نعم. انت تقول التوقع ويصير بكره ويصير خيي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة. يعني بدي اقول لك يعني انا لما حكيت عن اقتصاد مصر وقت الثورة وقلت لوين حتوصل ولكن وين صرنا اليوم بمصر، لما حكيت انا يا جماعة بس بطلب منكم، انا في شغلة راح افاجئ الناس فيها. هي أول شيء نحن عنا برمي على أوروبا وعلى أمريكا بخصوص اللي عم بيطالبونا أنه نروح. تاني شغلة أنا يعني شايفة أنه في تغيير كبير. أي شيء بقوله رجا أو أي شيء بيحصل سبحان الله، يعني هذا بإيد ربنا الوقت، لكن هو رح يحصل. نعم. يعني نعم. في ناس كتير بيقولوا لي امتى او كيف او وفي اشياء كتير انا يعني حطيتها وشيلتها. في اشياء بقدر اقولها، في اشياء لا، واشياء ممكن نسميها باسمائها. انا بوعد المشاهدين انه عم بلش طلع اشياء بحلقات قادمه باسماء باشياء نقول التوقع لطيف حتى ما يأذي. نعم. صحيح. المغرب، بدنا نحكي عن المغرب. اكيد طبعا اهلنا بالمغرب موجه لهم تحيه. دائما بيسالوني عنك ليلى بالمغرب من خلال دعيوني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله بنلبي الدعوه كمان للشعب المغربي اللي انا بكن له كل احترام وتقدير. تغيير كبير سيحصل في الحكومه المغربيه، وهذا التغيير سيجعل حكومه المغرب فاعله وقويه في مجال الامن والعمران والسياحه، وسنرى في المغرب ثوره سياحيه مهمة لم تشهدها من قبل، أو فورة سياحية. نعم. مهمة. نعم. أسعار العقارات بالمغرب تشهد ارتفاع كبير، وذلك بسبب موقع المغرب المميز خلال المرحلة القادمة. سيشهد المغرب فترة حداد وحزن لحدث ما. نعم. وإن شاء الله يا رب ما بيصير. في شغلة بدي ألفت هون نظر، في بولندا بتكون في دائرة الأحداث القادمة، وأرى الأنظار والإعلام على بولندا ولأحداث بصراحة
مؤسفة، مأساوية أو مؤسفة؟ مؤسفة. نعم. هلا شو هي وكيف ما بعرف. هلا إذا في أي سؤال بيخطر على بالك فيك تسأله. لا أنا في عن شغلة أي شيء ممكن إنك تسأله. إجمالا ليلى، لا كل التوقعات اللي قلتيها مفهومة وغير نعم. مبهمة، يعني سميتي كل القصص بأمورها. بس كنت حابب أقول لك أنا شغلة أنت قلت لي وصارت. كنت سبق مرة وقلت لي إنه النجمة اللبنانية إليسا رح تعمل عمل غنائي ورح يكسر ديو. الدنيا ديو، وصار هيدا الديو مع سعد المجرد. صح، قلت على التلفزيون إنه إليسا بتعمل ديو مع سعد المجرد باسم الأغنية أول دقيقة. بحب أقول لك من أول